الزمالك بيضيع فوز سهل. كلنا عارفين ان الزمالك ما يقدرش يلعب شوط 90 دقيقة لان احنا اتأخرنا في فترة الاعداد. فالمدرب واللعيبة والإدارة مش عارفة الكلام من ده، والجمهور اللي هو احنا عارفين الكلام من ده. كلنا عارفين ان الاتحاد عمل 20 صفقة ويكون عندهم مشاكل في الانسجام في الشوط الاول بالذات، ولازم نخطفهم عشان ما نوصلش للشوط التاني، واحنا عارفين ان الزمالك مش هيقدر يقف بدنيا، وده اللي حصل. فتوح ما قدرش يكمل، ادم ما قدرش يكمل، ونخلص المباراة وان هم جايبين مدرب جديد. كل دي مشاكل، لسه ما فيش انسجام نعرف نخطفهم ونضحك عليه وهيكون فوز سهل. بس اللعيبة ما تعرفش الكلام من ده ولا الجهاز الفني، الجمهور هو اللي عارف. الزمالك والجمهور عارف ان الاتحاد عندها مشاكل ناحية الشمال، وده اللي حصل في الشوط الاول. عرفنا ايه؟ ناحية اليمين عندنا دي كانت نار بتطلع نار، وكان ممكن نسجل هدفين لولا ناصر الاسطور. ناصر الاسطورة اللي جاله كورة في الست ياردة بالدماغ ما عرفش يسجل. شريف اللي ما بيعرفش يلعب كورة، اللي بيعجي، اللي ما تعرفش دخل منصور النادي ازاي. اقسم بالله لعب موسم كامل السنة اللي فاتت واول ماتش في الدورة. يعني بيقول لك ان المدرب اصلا عنده مشاكل. لو يعني ايه، انت القسم المدرب ده حلو لو لعب شريف ده. لو لعب شريف يبقى لازم المدرب يمشي وشريف يمشي. ازاي شايفه انه لاعب كورة؟ ده الكورة كان بتجيله بين الخطوط وفرص بتجيله بين الخطوط، والزمالك لعب كذا جملة كده لشريف. كل الكور في السما، كل الكور في السما. ده في كورة لشحاتة في الشوط الأول، في نهاية الشوط الأول رأس الفرقة كلها واداها له في السما. ناصر مش شايف ايه أجسام ناصر؟ يعني أنت مش شايف جسم ناصر؟ يعني مش شايف الراجل ده واكل عجل مثلا في الصيف؟ واكل عجل بمعنى كلمة واكل عجل. ده لازم يمشي على نظام الطيبات، والله لازم يمشي على نظام الطيبات ناصر ده. يعني انت مش شايف اجسامهم؟ مين اللي عمل لهم قياسات بدنيه؟ مش كان بيقول لك بيتعمل لهم قياسات بدنيه؟ انهي مستشفى عملت لهم قياسات بدنيه؟ انا عاوز افهم الحته دي. ايوه الله، يعني مين اللي عمل لناصر منسي ده قياسات بدنيه؟ مين اللي عمل لشريف قياسات بدنيه؟ مين اللي عمل للفرقه ديت لمحمد اسماعيل قياسات بدنيه؟ ده ما فيش الا 2 لعيبه اللي شايلين يعني رجلهم شايلاها. الدباغ ماشي، ومحمد شحات. 2 لعيبة اللي رجلهم شايلاهم، وعمر جابر معاه. بس في نادي الزمالك ربنا ينتقم منك يا حسين يا لبيب بسبب تأخر فترة الإعداد. 18 فريق في الدوري عامله فترة إعداد إلا نادي الزمالك يا أخي. يا أخي ده احنا ما كناش لاقيين فرقة نلعبهم، يعني نعمل معاهم ماتشات ودية يا أخي. يا اخي ده احنا ما كناش عارفين المدرب اللي هيمسك النادي. يا اخي احنا ما كناش عارفين المدير الرياضي ماشي ولا مش ماشي. احنا ما كناش عارفين الاجانب هترجع ولا مش هترجع. ده احنا مش عارفين نجيب الجفال لغايه دلوقتي. ده احنا بنجيب شيكو منزل من الطياره بنلعبه على اساس هو دوت اللي هيغير نتيجه مباراه. يا اخي احنا ما كناش عارفين احنا هنلعب في افريقيا السنه الجايه ولا مش هنلعب. ده احنا جه علينا عقوبه تأديبيه وانت مش عارف هي هتتحل ولا مش هتتحل. ده انت طلعت الشباب من القايمه الاولانيه وكنت بتحسب ان انت هتضيفهم في القايمه التانيه عادي يا حسين يا لبيب. ده احنا دخلنا لعيبه نادي الزمالك ما كانوش مفروض يخشوا من الباب الخلف، حتى ما ينفعش يلعبوا ناشئين. ده احنا بنتحايل على لعيبه كاسر ليها تمضي، واحد زي فتوح ده. ده احنا بنوصل للجون وما عندناش مهاجمين. يعني احنا بنوصل للجون، احنا امبارح وصلنا مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وما عندناش مهاجمين. عندنا مدرب كان هيموت ويمسك النادي، ولما مسك النادي هيطلع لك بحجج ويقول لك اصل انا وحصل واثنين وثلاثه واربعه وخمس. انت متخيل اللي احنا وصلنا له في نادي الزمالك؟ الحاجه الوحيده الصح في نادي الزمالك دي جمهوره. اتفرجت على جمهور نادي الزمالك امبارح، التشجيع بتاع النادي. شفت الاستاد كام دخله امبارح؟ شفت بيشجعوا من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. محدش يقول لي بقى انت هتهد المعبد ومش هتهد المعبد. هد المعبد ايه يا عم؟ احنا هنفضل ده اول ماتش. ده احنا لسه هنقابل باين البنك الاهلي اللي عامل 20 فرصه، خسر امبارح بس عامل 20 فرصه ومقطع الفرقه التانيه، وصل للجون.
كان الاتحاد لعبت عليه الكوره امبارح في الشوط الثاني، الواحد بدا يقلق، اللعيبه مش قادره تقف على رجلها. انت لسه، انت ما لعبتش 4 5 6 ماتشات، انت لسه بقى لما يضربك بقى ايه الاصابات والضغط وتخش في افريقيا. اتفرج على اللعيبه دي، مش هتلاقي في كوره اصلا في نادي الزمالك. واحد يقول لي ما تقصاش على اللعيبه، ما تقصاش على المدرب، ما تقصاش على الجهاز الفني، لا ده انت مش عارف حتى تعمل الفتره، يعني مش قادر تعمل الانضباط في الفريق. انت متخيل؟ يعني انت مش قادر يعني توصل رساله للاعيبه اللي هيغلط مش هيكون ليه مكان. تشيكو بينزل نزل من الطياره على اساس هو دي اللي هيغير نتيجه مباراه في نادي الزمالك، يعني هو دوت اللي هيغير نتيجه مباراه. شوط اول افسده ناصر ابو كرش وشريف اللي ما بعرفش يلعب كره. انتوا متخيلين؟ ده كارثه. محدش يقول لي بقى الكارثه مش في نقطتين، لا مفيش الكلام من ده. الزمالك في كارثه. احنا تعادلنا السنه اللي فاتت مع فرق الاتحاد اتقل منها كاسم وكان عاد، ولكن كنت بتلعب كوره. يعني الزمالك لو كان خلص الماتش بنفس اداء الشوط الاول كنا نقول ماشي يا عم، عاد يا عم، عاد يا عم، عاد. ده انت لسه هتقابل، زي ما بقول لك انت هتقابل البنك الاهلي الماتش الجاي 23 كوره على المرمى، استحواذ 80%. ده دي الماتش الجاي. انا بقول لك احنا عندنا اول 6 ماتشات في الدوري هيكون ماتشات صعبه. انت عندك الاهلي في الماتش، يا خراب يا جدعان، يا جدعان انت احنا داخلين على موسم ناري ناري. ده انت الموسم اللي فات قاولت اول ماتش سيراميكا قدرت تكسبه اهو، دفع الماتش الاولاني ده بيكون دفع يا جاب دفع. خلي بالكم حتى اللعيبه اللي احنا بنقول كانت حلوه في الشوط الاول ما عملوش اي حاجه في الشوط الثاني. يعني اشتغل شحاته وكل الفرقه، حتى اقول لك يا عم الدباغ اللي كان عامل شوط اول حلو ما كانش احسن حاجه في الشوط الثاني. ما كانش احسن حاجه في الشوط الثاني. كل اللعيبه بقى، عمر جابر اللي كان عامل شوط اول حلو في الشوط الثاني ما جاش برضه. يعني مش يعني كل الفرقه كانت تعبانه الا شحات، اللاعب الوحيد اللي بيجري في كل مكان.